السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ننساش سبسكرايب، نفعل زر الاشتراك ليصلكم كل جديد وإعجاباتكم بقى الحلوة. نبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندنا المواجهة بتاعت بكرة، بيراميدز والنادي الأهلي. طبعا عندنا اتنين مدربين بسم الله ما شاء الله. واحد فيه فرط حركة جامدة أوي 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 أوي، وواحد عنده توحد. عشان نبقى صراحة كده مع بعضينا ونبقوا عارفين احنا بنتكلم في ايه. عندكم يوروتيتش بتاع بيراميدز. يوروتيتش دوت يعني بسم الله ما شاء الله عنده فرط حركة يا جماعة، بيتعبني وانا بتفرج عليه. كتر التنطيط بتاعه والعصبية بحس هو هيجرى له حاجة والله. بحس والله فعلا هيجرى له حاجة. عنده حركة فظيعة وبيتنطط وبيجري وبيروح. يعني لا مستحيل، يعني انا ما بشوفهاش يعني عند مدربين كتير غير قليل قوي. يعني انا بقعد اتفرج على الراجل ده هيحصل له حاجه، الراجل ده هيموت في الملعب. بيحصل له وعندنا بقى خوسيه ريفيرو. خوسيه ريفيرو بقى ده انا يعني شايفه ده عنده توحد بقى اللي هو ايه. بيقف يتفرج على الماتش كده، يفضل يعمل كده. لا ما حدش يكلمني، لا. ايه ده الماتش شغال، عايزين نبدل، بدله ماشي. بحس اللي هو نايم مع حاله ويقعد يعدل الشعرتين بتوعه اللي هم هنا ده، ويفضل بيتفرج على الماتش زيه زينا. يعني انا اللقطه الوحيده اللي فاجئتني دقيقه 86 في الماتش بتاع غزل المحله، لما لقيته بيزعق كده انا قلت ايه ده، هو اللي بيزعق ده؟ لا مستحيل. لا لا لا، حاجه غريبه. فطبعا عندنا مواجهتين، والمواجهتين بقى مواجهه حساسه جدا للاتنين مدربين. ده لو تعادل او خسر، وده لو تعادل او خسر. يعني ده 90% هيمشي وده 90% هيمشي. النادي الاهلي احنا بنستنى قوي وبنخلي المدرب ياخد حقه وياخد فترته. بس خوسيه ريفيرو لا. لا ده اخد حقك جامد قوي. ده انت من قبل كاس العالم حضرت معانا اخر 4 مباريات ولا 5 مباريات وانت بتتفرج على عماد النحاس. شفت عماد النحاس كان بيعمل ايه وكان وصلنا لايه وكان هجومنا عامل ازاي، وكل ماتش كنا بنجيب بالخمس ست جوان. اخر ماتش كان فاركو كان خلاص خالص 6. كنا بنشوف عامل ازاي. انت رحت لعبت كاس العالم الفرق كلها بتلعبك مفتوح، فانت اديت والماتشات مفتوحه. جيت هنا في تكتل دفاعي فانت مش عارف تعمل اي ثغره. واحنا جايبينك عشان تلعب كاس العالم بس يعني ولا ايه؟ احنا مش ماتشاتنا كلها في الدوري وفي افريقيا هتبقى كده. فطبعا انت تشكيلك كنظامك لا، انت ما فيش، انت كده في الضياع. فانت عندك مواجهه بيراميدز، مواجهه بقى وانت ممكن تأدي وتعمل المباراه جامده جدا. مع ان بيراميدز يعني فيها غيابات مؤثره جدا جدا جدا. انت عندك 70 ولا 60% من لعب بيراميدز هو مين؟ الشيبي، الباك اليمين. انت عندك الشيبي اخد طرد مش هيلعب. انت كده في حاله شلل لبيراميدز حصلت حرفيا. حاله شلل لبيراميدز في الفرقه حصلت. ابراهيم عادل من ساعه ما مشى جابوا بداله مين؟ ايفرتون البرازيلي، او اللي هي اغلى صفقه في الدوري المصري. ايفرتون البرازيلي لعيب كواليتي كويس جدا واعلى من الفينا بتاع الزمالك، بس لسه ما اداش قوي، هو شويت جدا. ويعتبر المفروض يكون اعلى من ابراهيم عادل. بس لسه، بس هيبقى هو هيعمل جبهه كويسه. بس انت عندك في غيابات في بيراميدز ده ياما. انت عندك يعني ومصطفى فتحي تقريبا مش هيلعب، وعندك رمضان صبحي تقريبا برضو مصاب مش هيلحق الماتش. انت عندك ماتش بيراميدز ده، انت لو ما خلاص معاك مش هقول لك سكور، بس ما عملتش فيه اداء كويس وكسبت، انت كده لا، ما فيش لازمه. انت مالكش لازمه حرفيا انك تكمل في النادي الاهلي. ويورتيتش طبعا من ساعه ما خد افريقيا مع الفريق وهو ما عملش اي اداء، وهو مش عارف في حاجه غلط. يخسر قدام مودرن ويتعادل ومش عارف ايه لا هو متلخبط، هو في حاجه غلط عنده. ومش عارف هو خلق تحس ان اللي هو شبع بدري بدري. يعني احنا عندنا في النادي الاهلي الصراحه بيجي لنا مدربين بيعملوا انجازات اول سنه سنتين، بيبقوا بص جعانين بطولات وبيعملوا اداء عالي. اذا كان موسيماني، اذا كان كولر، اذا كان الناس دي كلها بعد يعملوا موسمين محترمين او 3 خلاص هما شبعوا. مفيش جديد، ما يعرفش يعمل حاجه، ما يأديش. طبعا نادي بيراميدز بيدرس اللي هو خلاص يورديتش لو مشى بيفكروا في كوره، وبيتكلموا معاه من دلوقتي عايزين طبعا مارسيل كولر يجي عشان يمسك بيراميدز. وعندنا بقى السوشيال ميديا جميله بقى بالجماهير والتعاطف، احنا قلبنا حنين. اهم حاجه التعاطف يا جماعه.
موسيماني عشان منزل بقى حاجه على الصفحه عنده وبيتكلم مع الجمهور ومش عارف ايه، فاحنا نروح على طول لموسيماني. موسيماني راجل محترم ومدرب عنده فكر وخد معانا بطولات كتيره، بس موسيماني احنا اللي طلبنا برحيله ليه؟ من الاداء اللي عمله، ومن الموسم طبعا اللي كان برضه زيرو بطولاته واداء كان اداء زي الزفت حصل، وقعدنا كنا خلاص مش قادرين، وبرضه كان ندم لعيبه كتير بيتسو موسيماني، وكان بيجيب الصفقات كان بيعجبها، صفقات اصلا ضايعه زي ميكاسوني والناس دي، كانت صفقاتهم مش حلوه لما كان بيجيبها موسيماني. وطبعا موسيماني طبعا عمال يحك مع مين؟ مع النادي الاهلي ومع الجمهور، وقناه النادي الاهلي تعرض ملخصات لمطوشه لبيتسو موسيماني وطريقه اللعب. انتوا يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ هو طبعا مفيش حاجه رسميه ابدا مع موسيماني ان هو يرجع، بس انا مش مع موسيماني. موسيماني كان كويس ومدرب كويس وبيلعب في افريقيا بخبره وده، بس انا برضو مش مع موسيماني انه يرجع من النادي الاهلي خالص. وخوسيه ريبيرو يعني انت قعدت فتره كويسه مع الاهلي، انت ما اديتش، انت زيك زي المدربين كتيره اللي جات النادي الاهلي، اللي هي ايه، قعدت شهر شهرين ثلاثه ومشيت. انا شايفك كده، اللي انت مش هتكمل اصلا مع النادي الاهلي، انت هتقعد شهر شهرين ولا حاجه وخلاص مع السلامه. انا شايف كده من وجهه نظري، لكن انك تكمل والكلام ده انا مش شايف فيك النبذه دي. وما اعرفش يعني، ما تعرفش الايام مخبيه ايه، ما تعرفش ممكن في يوم وليله احنا بنشوفه حاجات انا من ساعه ما شفت فلافيو، فاكرين صفقه فلافيو لما قعد سنه قلنا قعدنا نغلط مين ده، بيلعبوا ازاي ده ما بيعرفش يلمسها، لحد ما جاب اول جون بقفاه بعد سنه. بعد كده فلافيو ده بقينا بنشيد بيه وبقينا يا لهوي الا فلافيو، كله كوم وفلافيو ده كوم تاني. فطبعا الكوره يعني فيها كتير، وكل شويه هنشوف فيها، بس عايزين يا جماعه يعني تشكيل النادي الاهلي بكره هيحصل مفاجآت بالجمله، يعني ما تستنوش يعني يعني ما تتفاجئوش بالتغييرات. يعني انت شايفين تريزيجيه 80%، انا شايف تريزيجيه هيبدا باحتياطي. يعني طبعا تريزيجيه ازاي، انا بقول لك هيحصل تغييرات في التشكيل بالجمله بالجمله، وهيحصل مفاجآت. هو عايز يعمل حاجه وهيعمل تغيرات، ممكن تبقى على حساب الفريق وممكن تبقى سلبيه على الفريق وممكن تأذي الفريق، بس احنا هنشوفه خلاص، هنشوف اخرته ايه وهنشوف الطريقه اللي هتلعب بيها ايه. ما هي برضو الفريق لازم يصحى، اللعيبه لازم تصحى، اللعيبه عندها كتير جدا. احمد عبد القادر ده انا نفسي احمد عبد القادر يرجع تاني يبقى احتياطي لبن شرقي. انت عندك النادي الاهلي مفيش واحد ضد واحد، والمهاره اللي بتخلص بيها بالتكتل الدفاعي غير اتنين، بن شرقي ويبقى بديله مين؟ عبد القادر. عبد القادر الوحيد اللي بيعرف يعدي بين واحد واثنين وثلاثه في حته ضيقه، عنده سنه المهاره دي عاليه جدا، دول يتعدوا على ايد اللي بيلعبوا اللي واحد على واحد، وبن شرقي فيها الحته ديت. بقى انت عايز بقى تطلع بن شرقي تنزل عبد القادر، هو ده البديل بتاعه. عندك الناحيه التانيه زيزو يعني بيعمل اللي عليه وبيموت نفسه في الملعب، بس زيزو انت برضه بتضيع حقه. لما تلاعب زيزو النص و10 وبتاع انت برضه تايه. حط زيزو ناحيه الجبهه اليمين بتاعته، شوفوا هيعمل ايه، عرضيات خطيره، اختراقات، يعرف يصوب، هتديله ارتاحيه. لكن انت كده برضه ظالم معاك زيزو. بن رمضان تحس هو برضه متكتف، هو مش عارف، مضغوط. بن رمضان عندك ديانج، الصراحه انا ما اعرفش انت كنت مقتنع ازاي تقعده احتياطي ديانج كل ده، دبابه بشريه ديانج الله اكبر عليه، بيقف في نص الملعب بيقفل لنا الحته دي كلها. عندنا مشكله في باك اليمين، عندنا مشكله في الباك اليمين، مفيش باك يمين عندنا، مفيش جناحات عندنا طايره. لما تبقى مضغوط، لما تبقى متعادلين، خلي اتنين مهاجمين بيلعبوا، جريديشار يخدم على محمد شريف. حتى جريديشار اصلا هو مش بوكس، مش لعيب بوكس جريديشار، على طول بيحب يطلع يستلم، على طول بيحب يطلع ياخد المدافعين معاه. مين اللي هيفتح له بقى؟ نزل محمد شريف يساعده يفتح له، وخلي فيه فكر في اللعيبه، خلي لما ده يطلع خلي الجناحات خلي الوينجات تطلع معاه. احنا ما شفناش اي من القصه دي، ما شفناش فيها اي جمل. فين الجمل وفين الحاجات دي كلها؟ فنتمنى نشوفه بقى حاجه مختلفه في ماتش بيراميدز، اداء مختلف، فكر مختلف، تشكيل نشوفوه هيعمل ايه. هو في مفاجآت بالجمله في التشكيل، استنوني ان شاء الله هنزلها لكم في ريلز، التشكيل ده هنزله
التشكيل متوقع، وهنتوقع مع بعضينا الماتش يخلص كام والنتيجه هتخلص كام. اكتبوا لي في الكومنتات برضو توقعاتكم ايه للنتيجه لمباراه البيراميدز والنادي الاهلي ان شاء الله. ويا رب تكون افدتكم بالحلقه ان شاء الله، تكونوا استمتعتوا بيها، واستنوني في حلقه قادمه. سلام.